بشرى. أنا مش هادي، أنا اسمي علي عبد الله صالح عفاش، هكذا من أسرة حميرية سبائية، فهم من أنا؟ لا، أنا تعرفوني 33 سنة اسمي علي عبد الله صالح، أكل من فوق راسي مش من تحت أرجلي. هذا هو علي عبد الله صالح، والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف وكل القوى السياسية الشريفة والنظيفة. أنا اسمي علي عبد الله صالح ابن علي عباس عفاش، حميري الأصل، وكانوا يقولوا عفاش كأنها شتيمة. شوف قمة الغباء، ولا يقرؤون تاريخ، وكأنها شتيمة لعلي عبد الله. طيب الثالثة علي عبد الله صالح ما برحل، قالوا يخرج علي عبد الله صالح. أنا عارف ايش اشتو من خروجي، يخرج ما يرجعش. أنا صممت لا يمكن لا يمكن لا يمكن إلا أخرج على ظهري مفتوح. أما أني أخرج برضاعي، أخرج لك خارج وارجع أقول أرجع للبلاد كذا، لا داخل. كلام هذا ابعدوا من رؤوسكم، مش خارج. أنا هنا في البلد موجود، أنا في اليمن، أنا موجود في اليمن، هنا في قلب اليمن، متواجد في كل قرية هنا، ومتواجد في كل محافظة، أنا موجود في كل مكان. أنا علي، كان يقولوا علي في كل مكان، علي في قلب كل مواطن. أنا مواطن، أنا مش هذيك الهيلمانة يا صاحب الفخامة، يا صاحب المعالي، يا جلالة فلان، يا سمو، يا أبدا. أنا مواطن عادي علي عبد الله صالح، جاء من الطينة هذه، ما جاء من برج ايفل، جاء من طينة يمنية، مواطن راعي غنم. على فكرة أنا كنت راعي غنم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان راعي غنم. الزعماء الحقيقيين هم اللي يجوا من الطينة، مش يجوا بالهيلمانة. لكنكم تنكرتم لهذا الأمر خلال فترة حكمكم. كيف؟ قلتم بأنكم تنتسبون إلى أسرة الأحمر. أعوذ بالله واستغفر الله. أنا اسم القرية حقي عشان تكون أنت في بالك. بيت الأحمر. اسمي علي عبد الله صالح، ما بشبه حمره ولا شبه. واحد. اثنين، أنا عندي حصن اسمه حصن جدي علي عباس عفاش، حصن كبير، هذا حق جدي. هذه كلمة بيت الأحمر، جاء واحد من آل الأحمر وجاء عند جدي ورحب في قرية الوادي، اسمها ما نسميش بيت الأحمر، ولا هي اسمها الحصن والوادي، فسموه بيت الأحمر. زي ما تقول آنس، سنحان، خولاني، لا هكذا عادي. لكن أنا اسمي علي عبد الله صالح عفاش، من نسل علي عباس عفاش، على يمكن 15-20 جد.